لكل اللي انبهر بخاتم امل علم الدين في المحكمه النهارده وهي بتدافع عن الصحفيين في قضيه الماريوت، احب اقول ان امل اتولدت في بيروت لبنان يعني سنه 1978. بس العيله سابت لبنان بعد سنتين من تشريف بنت علم الدين للدنيا، وراحوا فين؟ لندن اللي استقروا فيها. والدتها اسمها بارعه علم الدين، هو اسمها كده. 66 سنه، كانت محررة الشؤون الخارجية في صحيفة كده اسمها الحياة العربية. والدها بقى اسمه رمزي اللي رجع لبنان سنة 91. الراجل ده كان أستاذ جامعي بيدرس إدارة الأعمال، وكان نائب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت. أمل عندها 3 إخوات، تلا وسامر وزياد، وبيقولوا إن جدتها يعني كانت أول ست تتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت، عيلة فخمة. خلال مسيرتها المهنية كانت أمل علم الدين مستشارة للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وشاركت في إعداد كتاب المحكمة الخاصة بلبنان في القانون والممارسة، وكمان في تأليف فصول ومقالات كتير قوي عن القانون الجنائي الدولي. ده طبعا غير دفاعها عن القضية السورية، وكمان عن مؤسسين ويكيليكس وحاجات تانية كتير. الأهم في كل ده هو إنك تعرف إن أمل اسم كبير كمحامية، غير إنها مجرد مرات جورج كلوني. هي أمل علم الدين.